تعال اوريك جامع اتبنى من حجارة الاهرامات. وانا بتمشى في درب سعادة قريب من الازهر وشارع بورسعيد، وقفت قدام التحفة المعمارية دي، ورغم انه كان مقفول الا اني صورته من بره. ركز كده على النص المكتوب هنا، هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم امر بانشاء هذه المدرسة المباركة العبد الفقير الى الله الامير اسنبغة ابن بقتمر البوبكري 770. رغم ان النص متشوه بس اللي يركز فيه هيقدر يقراه. اسنبغة البوبكري كان مملوك وجه وهو طفل في عهد السلطان المنصور قلاوون، وفي عهد الاشرف ابن قلاوون كبر في الوظائف لغايه ما وصل بقى اتابك. واتابك يعني كبير الامراء الحربيين. حتى هنا في السبيل بتاعه هنلاقي علامه السيف، ودي دليل على انه كان امير حربي. المكان هنا مجمع لكذا عماره في بعضها، يعني هنلاقي مسجد وسبيل ومدرسه. السبيل بقى في حاجه جميله جدا، ان المصريين في الوقت ده كان عندهم مقدار الرفاهيه انه عمل السبيل للدواب. يعني السبيل ده الناس بتشرب منه عادي، وكمان ما نساش الدواب اللي بتمشي في الشارع ان هي تقدر ان هي تدخل وتشرب من نفس السبيل. المسجد موجود في درب سعادة، وسعادة ده اسم شخصية مهمة جدا من عصر المعز لدين الله الفاطمي، لسه هتكلم عنه بعدين. ما تنساش تعمل لايك وشير وفولو، وروح اعمل فولو على الانستجرام علشان بنزل عليه صور كل الاماكن اللي بروحها. شكرا.